علق مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان على اعتزال نجم ريال مدريد والمنتخب الألماني توني كروس مع انطلاق المعسكر التدريبي قبل بطولة أوروبا 2024. ناغلسمان أشار إلى أن نجم المنتخب الألماني كروس أمامه فرصة للفوز بلقب آخر مع الديمانشافت. أعتقد أنه فكر بالأمر لفترة طويلة، ورأيت صور توديعه مع عديد البطولات التي حصل عليها وهي مثيرة للإعجاب. أعتقد أنه من الذكاء ألا يفوت اللاعبون اللحظات التي ينهون بها مسيرتهم الاحترافية، ولا أعتقد أنه يتعين عليه إثبات أي شيء لأي شخص، فأمامه بطولة كبيرة يتطلع إليها حيث يمكنه الفوز بها، وستكون لحظة مذهلة بالنسبة لنا. لقد قدم موسما رائعا مع ريال مدريد وأدى بشكل جيد في المباريات الدولية وسيلعب بطولة جيدة، وبالطبع أتمنى لنا وخاصة له أن يفوز باللقب، ومعا أعتقد أن ذلك سيتحقق. إلى بطولة أوروبا للناشئين تحت 17 عاما، حيث تأهل المنتخب البولندي إلى ربع النهائي بعدما تغلب على نظيره السلوفاكي برباعية دون رد لحساب المجموعات الثالثة، مستفيدا من خسارة السويد أمام إيطاليا ليضمن المركز الثاني بعد حصوله على 4 نقاط. ميتشايل إيزونواني افتتح التسجيل لبولندا في الدقيقة 11، وضعف أوسكار بيتوزيفشكي النتيجة لمنتخب بلاده في الدقيقة 30 قبل أن يعود مايكل إيزونواني ليسجل ثنائيته في المباراة بحلول الدقيقة 45. وختم ستانيسلاف جيروبا أهداف بولندا في المباراة عند الدقيقة 68. وقلب المنتخب الإيطالي المتأهل سلفا تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على نظيره السويدي. السويديون افتتحوا التسجيل عبر فريد بوزيفيتش في الدقيقة 57. وأدرك المنتخب الإيطالي التعادل عن طريق كريستيان كاما في الدقيقة 75، وأضاف فرانشيسكو كاماردا ثاني هدف إيطاليا عند الدقيقة 80 لترفع بذلك رصيدها إيطاليا إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة وتودع السويد منافسات هذه البطولة. أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تمديد عقد مدرب الإسباني أوناي أمري حتى العام 2029، وكان أمري قد قاد النادي إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنتهي ليضمن تواجده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي. وقال أوناي أمري بعد الإعلان عن تمديد تعاقده مع أستون فيلا أنه سعيد للغاية لاتخاذ هذه الخطوة وتحمل مسؤولية مواصلة قيادة هذا النادي، معبرا عن إعجابه ببيئة وهيكل الفريق، بالإضافة إلى دعم المعجبين الكبير والثقة الكبيرة من قبلهم بمشروع الفريق. رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإفصاح عن هوية الحارس الأساسي الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، مؤكدا أنه سيقوم بذلك بنهاية الأسبوع الجاري. إنه أمر صعب حقا، بالطبع الأمر صعب للغاية، لأن لونين وكورتوا يستحقان اللعب هذا النهائي. لونين لأنه قدم موسما رائعا، وكورتوا لأنه عاد من إصابة، والجميع يعرف جودة كورتوا. إنه قرار صعب، لكن أعتقد أنني سأخذ هذا القرار قبيل المباراة دون أدنى شك. أكثر ما أدهشني في بوروسيا دورتموند خاصة خلال مباراتهم ضد باريس سان جيرمان هو موقفهم، استعدادهم، قتالهم، حماسهم للتواجد في هذا النهائي. هذا أكثر ما أدهشني وما يجعلني أكثر قلقا. هذا ويواصل ريال مدريد تحضيراته لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بملعب ويمبلي. حصة تدريبية جرت في اليوم المفتوح لوسائل الإعلام وسط أجواء رائعة ميزها الكثير من الحماس وبحضور أبرز نجوم النادي الملكي على غرار فينيسيوس جونيور وتوني كروس وجود بيلينغهام ولوكا مودريتش، حيث أظهر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التفاؤل السعيد داخل الفريق ورغبة الجميع في تجاوز دورتموند في لندن والعودة إلى الديار بالكأس 15 في تاريخ النادي الملكي.
إلى إقصائية الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، حيث بات دالاس مافريكس على بعد فوز واحد من بلوغ النهائي بعد تحقيق الانتصار الثالث تواليا على مينيسوتا تمبر وولفز ب 116 نقطة ل 107 نقاط ضمن سلسلة نهائي الغرب. انتقال سلسلة الأرض دالاس في هذه المواجهة منح لوكا دونتشيتش وزملائه دفعة معنوية قوية لمواصلة التفوق على مينيسوتا، حيث فرضوا أفضليتهم وأنهوا النصف الأول متقدمين بفارق 8 نقاط، ورغم عودة مينيسوتا القوية وإدراكه التعادل مع نهاية الربع الثالث، غير أن نجمي دالاس دونتشيتش وكايري إيرفينغ حسما المواجهة لصالح فريقهما في الدقائق الخمس الأخيرة، ليصبح دالاس على أعتاب بلوغ نهائي الدوري لأول مرة منذ 13 عاما حين حقق اللقب في العام 2011. لا داعي لأن تقول ذلك، بالطبع إنه شعور رائع، لكن يجب علينا أن نفكر بالمواجهة المقبلة للعب بنفس العقلية، فمينيسوتا لن يستسلم أبدا، لذلك علينا أن نتحضر الآن للمواجهة الرابعة. هذا وتتجه الأنظار فجر الثلاثاء إلى مدينة إنديانابوليس، حيث سيسعى بوسطن سيلتكس لحسم السلسلة مع إنديانا بيسرز وحجز مكانه في نهاية المسابقة. مدرب إنديانا ريك كارلايل ووعد بأن يبذل فريقه قصارى جهده من أجل الظهور بصورة مخالفة تماما على أمل تفادي الإقصاء في المواجهة الرابعة، ولن تكون مهمة بيسرز سهلة مع توقع استمرار غياب نجمه تايريز هاليبرتون بسبب الإصابة، فيما يضع لاعب بوسطن نصب أعينهم إنهاء المهمة بتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي الكبير للمرة الثانية في 3 مواسم بعدما خسروا أمام جولدن ستيت عام 2022. نهاية الجولة قدمنا لكم مشاهدينا مباشرة من بي ان سبورتس الإخبارية في قطر. السلام عليكم، للقاء. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. كشف تقرير لصحيفة لو باريزيان أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تتجه نحو منع لاعبي الفريق من خوض مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة التي ستقام في مدينة باريس. وحسب التقرير فإن النادي الباريسي يرفض مشاركة أي لاعب في صفوفه مع أي منتخب من المنتخبات التي بلغت الدورة الأولمبية بما فيها منتخب الديوك. وتضم قائمة لاعبي النادي الباريسي المعنيين بالمشاركة في أولمبياد باريس عدة لاعبين بينهم باركولا وزاير إيمري وأشرف حكيمي. ويبدو أن القرار الباريسي له علاقة بقرار من أصبح ملاك النادي يعتبرونه بالغريم، وهو ريال مدريد، الذي قرر منع لاعبيه الفرنسيين بما فيهم كيليان مبابي من المشاركة في الأولمبياد،